بقالك سنة ونص أو سنتين عند الحلاق وما اتعلمتش منه حاجة؟ ما سألتش نفسك إيه هي المشكلة؟ تعالى أقول لك إزاي تتعلم الحلاقة في شهرين اتنين بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي حضراتكم بتشوفوا فيه الفيديو. النهاردة هنتكلم عن مشكلة كبيرة جدا بتحصل لمعظم الناس اللي داخلين مجال الحلاقة لسه عايزين يتعلموه. في مثل قديم كلنا سمعناه: صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق. النهارده كل واحد بيخش مجال الحلاقة بيجي يقف في المحل يتعلم من الصنايعية اللي واقفين، يقعد يبص هنا شوية وبيبص هنا شوية ويقعد يشوف دوت بيعمل إيه ودوت بيعمل إيه، فبالتالي بيلاقي نفسه الوقت جري بيه وما اتعلمش حاجة. ده كله علشان لاخم نفسه بكذا حاجة أو شاغل نفسه بكذا حاجة. النهارده هنتعلم مع بعض إزاي نتعلم الحلاقة بطريقة صحيحة وننظم حياتنا عشان تكون سهلة وسريعة ونبقى محترفين حلاقة في فترة قصيرة جدا. تابعوني للآخر. النهارده يا جماعة هنتعلم مع بعض نظرية في تعليم الحلاقة اسمها نظرية الجدول. إيه هي نظرية الجدول؟ أي حد بيجي يتعلم أي حاجة بيتعلم الأول السهل وبعد كده الصعب. طب إيه اللي يعني إحنا ليه بنتعلم السهل وبعد كده بنتعلم الصعب؟ بنتعلم السهل لأن السهل بنتعلمه أسرع، ولما نيجي نتعلم الصعب بنلاقي عندنا الشغف اللي يخلينا إن إحنا نقدر نتعلم الصعب بسهولة. طيب تعالى نرتب مع بعض إيه هي الحاجات السهلة اللي نتعلمها الأول وبعد كده الصعبة. هات ورقة وقلم واكتب اللي أقول لك عليه. أول حاجة هنبدأ بيها في الحاجات السهلة، طبعا بعد ما إزاي نعرف ننظف مكاننا وننظمه، أول حاجة هي إزاي نقدر نربط الفوطة. الفوطة اللي بنربطها على رقبة الزبون عشان ما نبهدلهوش شعر. يبقى الأسبوع الأول هو هربط الفوطة، طريقة ربط الفوطة. ما ركزش في أي حاجة تانية غيرها. أشوف الواسطة بتاعي أو المستر بتاعي اللي أنا شغال معاه بيركبها إزاي. بعد كده أحاول أنا أركبها مرة واثنين وثلاثة، والتكرار زي ما بيقولوا بيعلم الشطار. نكرر. اللي غلطت في الحاجة أشوف إيه هو الغلط اللي أنا غلطت فيه وأحاول أصلحه. أنا ركبت الفوطة خلاص ما بقتش تفك مني، لا، يبقى أنا كده بقيت أعرف أربط الفوطة. نيجي على الأسبوع الثاني، إزاي أقدر أمسك الشفرة أو الموس وأغيره أركب فيه الشفرة الصغيرة، وإزاي أقدر أستخدمه. بعد كده أنا خلاص بقيت أركب الموس وبقيت أقدر أغيره من غير ما الموس اللي جوه يبقى تلم أو بارد، وأبدأ أعرف إزاي إن أنا أحلق الدقن. طب أنا دلوقتي قبل ما أعرف إزاي أحلق الدقن، إيه هو اللي بعد كده؟ إزاي أقدر أطري أو أمعجن أو أرغي شعر الدقن. إزاي أستخدم الفرشة أو الجل أو الفوم. أتعلم الكلام ده كله الأول، وبعد كده إزاي أقدر أمشي بالشفرة. يبقى إحنا ننظم شغلنا الأول. نتعلم إزاي نركب الفوطة، بعد كده هنتعلم إزاي نمسك الشفرة نركب شفرة فيها جديدة، بعد كده إزاي نقدر نرغي الدقن أو نمعجن الدقن أو نطري الدقن علشان خاطر نقدر نحلقها بسهولة من غير ما الزبون ما يتألم. بعد كده إزاي أقدر أمشي بالموس على وش الزبون من غير ما يتعور. نيجي على الأسبوع الثالث، هبدأ بقى أتعلم إيه هي مكنة الحلاقة وإيه هي درجاتها اللي هي الأرقام بتاعتها، وبعد كده أبدأ أشوف هشتغل بيها إزاي. مكنة الحلاقة بتمشي على راس الزبون إزاي أغير الدرجات، إزاي أدرج، أتعلم التدريجات لأن مش كل التدريجات واحد. بعد كده أبدأ أشوف الأصعب في الأصعب في الأصعب لحد ما تلاقي نفسك مفيش حاجة في مجال الحلاقة أنت ما اتعلمتهاش. تعالى بقى النهاردة جرب اللي بقول لحضرتك عليه دوت وهتدعي لي إن شاء الله. ولو في أي سؤال حضراتكم عايزين تسألوه اسألوه لي في التعليقات وإن شاء الله هرد على حضرتك. أحكي على نماذج معينة قابلتنا. دلوقتي أنا جالي واحد قال لي أنا بقالي 7 سنين بتعلم الحلاقة وما اتعلمتش حاجة. اشتغلت في المحل الفلاني واشتغلت في المحل الفلاني واشتغلت في المحل الفلاني. طب أنا ما اتعلمتش حاجة وهم مش عايزين يعلموني. في مثل قديم بيقول: اللي فيه عين وراس يعمل عمايل الناس. صاحب المحل ممكن ما يكونش عنده وقت ان هو يمسك ايدك ويعرفك وتشتغل وتجرب. هو صاحب المحل هيشوفك واقف مركز معاه مره على التانيه، فهيقول لك امسك الاستشوار استشور للراجل. هتلاقي نفسك بقيت مرتبك. انا مش عارف استشور ليه؟ لانك ما فكرتش انك تركز ازاي تتعلم. خليني النهارده طبقت على نفسي نظريه الجدول دي. هلاقي نفسي فجاه انا بقيت بعرف اعمل كل حاجه في الحلاقه.
شلت حاجز الخوف عندي لاني ركزت كويس قوي وبقيت اعرف امسك الحاجه كويس قوي واستخدمها بطريقه صحيحه. جالي واحد لو سمحت انا عايزك اجي اشتغل مع حضرتك وتعلمني الحلاقه في شهرين. انا ينفع اقول له انا هعلمك فعلا الحلاقه في شهرين؟ انت اللي بتعلم نفسك. هقول اللي فيه عين وراس يعمل عمايل الناس. يا جماعه مفيش صنايعي بيشرب الصنعه لحد جاي يشتغل، انت اللي بتعلم نفسك. ويجي الصنايعي لما يشوفك عايز تتعلم او انت عندك الشغف بتاعك موديك انك عايز تتعلم الحلاقه، فبيقول لك جرب درج مثلا جناب الزبون ده، جرب احلق دقن الزبون ده، جرب استشور شعر الزبون ده، جرب احلق للطفل ده. انا خايف اغلط. لا ما تخافش، ما تخافش انك تغلط. الغلط يتصلح، بس يتصلح ازاي؟ اعرف الغلط ايه هو واصلحه في المره الجايه، وبكده هلاقي نفسي بقيت اعرف احلق كويس وبقيت محترف جدا في الحلاقه. ولو شفت اي قصه اقدر انفذها واقدر كمان ابتكر القصه اللي تليق على وش الزبون. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو ده. ولو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل زر الجرس، وتابعوني ان شاء الله في كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.